لكل اخواتنا وحبايبنا اللي بنشحن لهم في كل المحافظات لغاية العيد الشحن مجاني، ولكل الناس اللي هتنورنا في الفرع تاخد افضل كيبورد وافضل ماوس استيراد ب 100 جنيه. يعني الكيبورد ب 100 جنيه والماوس ب 100 جنيه؟ لا، الكيبورد ب 50 جنيه والماوس ب 50 جنيه. انا ايمن عزب ودي قناة AI Store Computer Service. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وحضراتكم بألف خير. لو أول مرة تشوفنا فاحنا بنقدم أقوى محتوى عن بيع الأجهزة الاستيراد، وبنساعد العميل إنه يختار الجهاز المناسب لكل احتياجاته. لو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديدة. وزي ما قلنا قبل كده إن احنا بنحاول نوفر الأجهزة اللي تدينا أفضل أداء، يعني من الآخر كده قيمة مقابل سعر. والجهاز بتاع النهاردة هو رقم واحد في الفئة بتاعت الجيل السادس والجيل السابع، هو HP Z240 تاور ورك ستيشن. عليه معالج كور i5 من الجيل السادس، التردد بتاعه 3.2 جيجا هرتز او السرعه بتاعته 3.2 جيجا هرتز، وبيوصل لاقصى سرعه 3.6 جيجا هرتز، 4 كور و4 ثريد و6 ميجا كاش. الجهاز كمان بيجي ب 8 جيجا رام DDR4 قطعه واحده، التردد بتاعها 2400، وكمان معاه هارد HDD 500 جيجا، وباور سبلاي 400 واط فعلي في مدخل ال6 بن بتاع الكروت. والمذر بورد بتاعت الجهاز بتدعم معانا احدث تقنيه للهاردات اللي هي الهاردات الNVMe. وجهاز النهارده بيتميز بحاجتين عن كل الاجهزه اللي في الفئه بتاعته. اول حاجه ان الجهاز ده البورده بتاعته اسمها ورك ستيشن، مش بورده بي سي عاديه. البورده الورك ستيشن بتبقى هارد ورك اكتر، يعني نقدر ان احنا نشغلها عدد ساعات اكبر من البورده العاديه وتستحمل معانا. طيب الحاجه الثانيه ان الجهاز بيدعم معانا الجيل السادس والجيل السابع، يعني احنا نقدر نطور فيه فيما بعد ونعمل ابجريد عادي مفيش مشكله. الجهاز بيشيل بروسيسور كور i3 وكور i5 وكور i7 من الجيل السادس ومن الجيل كمان السابع. وكل الاجهزه اللي عندنا بحاله الزيرو ما اشتغلتش في مصر، من بره مصر على ايد حضرتك على طول. ونخلي بالنا من النقطه دي، في ناس في المجال عندنا في مجال الاجهزه الاستيراد بتلم او بتاخد الاجهزه اللي بتصفي في سايبرات او في شركات وبتنظف وبتلمع وبتبيع لحضرتك الجهاز اكنه استيراد ما اشتغلش في مصر، بس الجهاز بيبقى باين عليه ان هو مهلوك. غير الحالات اللي عندنا بحاله الزيرو زي ما حضراتكم هتشوفوا معايا كده بالظبط. ده جهاز HP Z240 تاور ورك ستيشن. الجهاز بيجي من جوه البورده بالشكل ده، وحاله الجهاز يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. في 4 سلوت رام. الجهاز جاي بقطعه واحده 8 جيجا DDR4، ونقدر ان احنا نخلي القطعه الواحده ال8 دي 16 في 4، يعني يشيل معانا 64 جيجا رام ويشتغل بكفاءه كامله مفيش اي مشكله. طيب بنكات الرامات خلاص عندنا 2 PCI اكسبريس اللي هو بيبقى 16 اكس. طيب انا عايز اوصل كذا هارد على نفس الجهاز. الجهاز بيدعم معانا اول حاجه اللي هي التقنيه بتاعت الNVMe اللي هي احدث هاردات موجوده في العالم. زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، ده مدخل الهاردات الNVMe. وعندنا كمان الراك بتاع الهارد SSD اللي هو الصغير اللي هو فائق السرعه للناس اللي ما تعرفوش. طيب انا معايا 4 هاردات كمان عايز اوصلهم غير الهارد SSD وغير الهارد الNVMe. ادي 1 2 دول راكتين بيجوا مع الجهاز. وكمان احنا بنربط للناس اللي عايزه توصل هاردات زياده، بنربط هاردين كمان في المكانين دول. يعني ادي هارد 2 3 4 HDD وواحد SSD وواحد NVMe. تمام كده. الباور سبلاي بيجي بمدخل ال6 بن بتاع الكروت، والباور سبلاي فعلي 400 واط. في شكلين يا جماعه للفان بتاع الCPU، ده الشكل الاولاني وده اوريجينال، والشكل التاني اللي هو الدائري دوت وده برضو اوريجينال وما فيهوش اي مشكله. والاتنين بيشغلوا الجهاز بكفاءه واحده عادي جدا. ونشوف مع بعض المداخل والمخارج من قدام ومن ورا في الجهاز. اول حاجه معانا من قدام كده في الجهاز 2 USB 2 و2 USB 3 ومدخل ال AUX. زي ما حضرتك شايف هنا كده، اول مدخل من فوق بيبقى فاست تشارج، يعني بيشحن التليفون لحضرتك اكنه شاحن سريع. نشوف مع بعض الجهاز من ورا. وفي حاجه برضو هنقولها على التهويه في الاجهزه الورك ستيشن بس بعد ما نوصف المخارج من ورا. الجهاز بيجي معانا من ورا فيه 2 USB 2 زي ما حضراتكم شايفين، وموجود كارت اللان، وموجود 2 ديسبلاي بورد. ومدخل الديسبلاي بورد بيبقى من اكتر المداخل اللي بتدينا كواليتي في الصوره. يعني انا اشتغل على HDMI ولا اشتغل على ديسبلاي بورد، لو الاتنين متاحين طبعا اختار الديسبلاي بورد وانا مغمض لانه بيوصل معايا لغايه 4K. في كمان مدخل الDVI
وفي 4 USB 3 زي ما حضراتكم شايفين، وفي مدخل ال AUX. طب ايه الحاجه اللي انا كنت عايز اقولها؟ الاجهزه الورك ستيشن بتتميز بالتبريد بتاعها. التبريد بتاعها بيبقى اقوى من الجهاز البي سي العادي. يعني هنا الفانه دي اوريجينال، كل ما الحراره بتزيد كل ما الار بي ام بتاع الفان نفسه بيزيد. وعندنا فانه هنا كمان من ورا في الجهاز بتسحب الهواء السخن تطلعه على بره. وعندنا فانه جوه الباور سبلاي. يعني عندنا 3 فانات، وده اللي بيميز الاجهزه الورك ستيشن عن غيرها من الاجهزه. نعيد المواصفات ونأكد عليها من تاني. هو جهاز اتش بي زد 240 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور كور اي 5 من الجيل السادس رقمه 6500. وطبعا البروسيسور ده لكل الناس اللي بتشغل جيمز غني عن التعريف. عليه رامات 8 جيجا دي دي ار 4 قطعه واحده، التردد بتاعها 2400، وعليه هارد اتش دي دي 500 جيجا، ومدخل هاردات انفيمي، وباور سبلاي 400 واط فعلي. وفقط وحصري لعملاء شركه اي اي لغايه العيد الكبير الجهاز ده ب 5150 بس لغايه العيد الكبير. الله اعلم بعد العيد الجهاز ده هيبقى بكام يا جماعه، عشان ما يجيش حد يتفرج على الفيديو بعد فتره ويقول لي انا عايز من العرض ده، لان الموضوع ده بيحصل معانا، لان في تضارب كتير جدا بيحصل في السوق اليومين دول. واظن ان دي افضل فتره ان الناس تشتري فيها، لان خلاص حصل استقرار جامد في السوق والاسعار ما بقتش مذبذبه زي الاول. ونيجي بقى لكل اخواتنا وحبايبنا اللي بنشحن لهم في كل المحافظات، الجهاز النهارده ب 5150. حضرتك هتحول على الارقام اللي موجوده تحت في الوصف 200 جنيه جديه شراء بتتخصم من ثمن المنتج. يعني 550 بنشيل منهم 200 جنيه اللي هم جديه الشراء. يعني حضرتك هتدفع عند الاستلام في اي محافظه في مصر، هتدفع 4950 جنيه، والشحن علينا لغايه العيد. العرض ده عرض العيد، ما تجيش بعد العيد تقول لي انا عايزك ان انت تدفع لي الشحن. العرض ده لغايه العيد. حبينا نقول لكل اخواتنا وحبايبنا في كل المحافظات كل عام وحضراتكم بخير. طب انا دلوقتي عايز استلم الجهاز من الفرع. احنا عنواننا في القاهره الزيتون، شارع ترعه الجبل، امام مسجد الظواهري. واي حد هينورنا في الفرع وهيستلم الجهاز وهيستفاد بالعرض هياخد الكيبورد الاستيراد ب 50 جنيه، وهياخد الماوس الاستيراد ب 50 جنيه. ودي برضو فتره لغايه العيد بس. ولو وصلت لغايه هنا في الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديده. والناس اللي بتكتب في الكومنتات انا ما بسيبش كومنت غير اما ارد عليه. لو في اي استفسار عند اي حد من حضراتكم يكتب لي وانا هرد عليه. ضمان الاجهزه عندنا كلها 3 شهور استبدال من تاريخ الشراء، وحتى لو ضمانك خلص وواجهتك مشكله احنا بنساعدك في حلها. وانتظروا مزيد من العروض اللي تليق بحضراتكم بامر الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بالف خير. AI Store Computer Service.